أهلا بحضراتكم. تعاطفا مع المملكة المغربية تحركت الأسرة الرياضية العالمية بمختلف انتماءاتها وألوانها. كانت سندا للوطن والشعب في ساعات عصيبة تفرض هبة الجميع دولا وشعوبا. تصدرت صور والمغرب دولة وعلما، قيادة وشعبا، تصدرت الموقع الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم. وعبر منصة التواصل الاجتماعي إكس تقدم بخالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي أصاب المملكة المغربية الشقيقة. دعا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين. بدورها أعربت مؤسسة دوري نجوم قطر عن التعاطف مع المملكة المغربية. الاتحاد القطري والمؤسسة عكسا ما يسكن الوجدان القطري، وقد تعرض المغرب لمأساة صادمة. كعهدها كانت أندية القارة العجوز وفية لالتزاماتها الإنسانية في مثل هذه الفترات الحرجة. ريال مدريد الإسباني تقدم كوكبة الأندية الأوروبية التي تحركت في هذا الاتجاه. أصدر بيانا شاملا وأعرب في سطوره عن بالغي الحزن ناديا ورئيسا ومجلس إدارة. تقدم بالتعازي، تمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأعرب عن التضامن والمودة. حساب باريس سان جيرمان الفرنسي عكس مشاعر الأسرة الباريسية في الساعات الأخيرة. النادي تضامن مع أصدقائه المغاربة تحت عنوان قلوبنا معكم. حسابات مانشستر سيتي الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، ميلان الإيطالي وأندية أخرى كثيرة على امتداد القارة العجوز. هذه الحسابات أكدت أن عالم الرياضة هو الآن على قلب رجل واحد مع المغرب قيادة وشعبه. في سياق تفاعل القارة العجوز، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا قرر الوقوف دقيقة صمت في جميع المباريات التي تقام تحت مظلته، وذلك حتى 21 من هذا الشهر. في المشهد المغربي، نقلت مختلف وسائل الإعلام لقطات لمنتخب المغرب لكرة القدم في مدينة أكادير وهو يقود حملة التبرع بالدم. قاد أسود الأطلس المدرب وليد الركراكي الذي أعرب عن حزنه الشديد وتعاطفه مع الضحايا والمصابين. من جهته أشرف حكيمي نجم المنتخب ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي قاد من جانبه حملة اللاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال التالي: في هذا الوقت الأولوية إعطاء الدم للناس الذين هم الآن في حالات حرجة. أضاف في سياق تغريدة أشبه برسالة: التبرع بالدم مسؤولية الجميع لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، مساعدتكم ضرورية. في سياق ردود الفعل التي تغطي الآن المشهد الدولي، تقدم رئيس الفيفا بالتعازي لأسر ضحايا الزلزال. قال جاني إنفانتينو: أشعر بالصدمة والحزن بعد زلزال هز بلدا رحب بنا وبحرارة خلال حدث كأس العالم للأندية. صدمة رئيس الفيفا وحزنه يسكن قلوبنا جميعا، مع خالص المواساة للضحايا والتمنيات الصادقة بشفاء المصابين وسلامة الشعب المغربي بأسره. ختاما، شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة.